السلام عليكم. اليوم من قلب مطار تطوان كنبث لكم واحد الخبر اللي هو مفرح جدا. اول طائره من مطار تطوان صنية الرمل مباشره الى المدينه المنوره. هذا الحدث هذا اللي استغلنا على اكثر من 3 شهور اليوم كيتحقق رغم الشائعات، رغم بعض اللي كان كيشكك في المصداقيه ديالنا. اليوم كنجاوبوا ديك الناس هذو كنقولوا لهم الطياره ديال تطوان للمدينه انطلقت هذا النهار هذا، فذلك فضل من الله عز وجل. لكل شيء فرحانين بزاف بهذه الرحله اللي خارجين ان شاء الله بها من العمره من تطوان السعوديه ان شاء الله. وكنشكروا شركه ماروكو ترافل بلال بعد ساعدني وكنشكروا بزاف. واخيرا بعد مجهودات من طرف السيد بلال الشعيري انطلقت اليوم أول رحلة طيران مباشرة من مطار تطوان الدولي إلى السعودية لأداء مناسك عمرة رمضان عبر وكالة الأسفار موروكو ترافل. عملنا الرحلة من تطوان إلى السعودية وفرحانين حنايا والله. لا وشكرا بلال الشعيري وكنشكروا الله يجازيه بخير، وهذه المبادرة الله يجازيه بخير، وهذا الشيء المجهود اللي عمل. وكان السيد بلال الشعيري قد وعد أبناء المدينة بجلب رحلة مباشرة إلى المدينة المنورة عبر مطار تطوان الدولي بعد توقيعه اتفاقيات شراكة مع شركات الطيران السعودية مناسك. وحقيقة منذ حوالي شهرين أو أكثر زارونا بعض الأخوان من تطوان سعادة الأستاذ بلال ممثل شركة موروكو ترافلز، وحقيقة وعدونا أنه راح يكون هناك تسهيلات لتشغيل رحلات جوية من مطار تطوان إلى مطار المدينة المنورة، وهذا فعلا ما وجدناه. لأننا كنعرفوا على أن مدينة تطوان مدينة فيها أكثر الناس ملتزمين، وكنشكو شركة موروكو ترافل على هذا الدعم اللي عطات وهذه الانطلاقة. وقد عبر المواطنون عن فرحتهم الكبيرة بهذه الرحلة المباشرة إلى الديار المقدسة عبر مطار المدينة، والتي ستخفف عنهم عناء السفر عبر المطارات الوطنية. كنشكروا الوكالة الشعيري بلال على هذه المبادرة الطيبة اللي نقصوا علينا الصراحة الله عناء السفر من هنا حتى طنجة. انا كنا كنمشيو حتى لكازا هاد نسافروا داكشي، دابا الحمد لله قريبة. كنشكروا السي الشعيري الله يبارك فيه اللي نظم هذه المبادرة هذه ماشي سهلة. فرغم المضايقات ومحاولة التشويش التي تعرض لها، إلا أن السيد بلال الشعيري وعد فأوفى وكان قدر المسؤولية، واليوم هذا الحلم أصبح حقيقة. وأنا تبارك الله أنا جيت من مدينة أسفي وجيت هنا على حساب هذه السمعة تاع هذه الشركة تبارك الله عليهم، السمعة ديال بلال الشعيري. كنقدم الشكر الجزيل لعامل عمالة إقليم تطوان، ولا ننسى كذلك ولي أمن تطوان ومدير المطار بمدينة تطوان اللي عطونا جميع التسهيلات لانطلاق أول رحلة من مدينة تطوان المدينة ديالي مع شركة مناسك. فهنيئا لسكان الحمامة البيضاء هذا الخبر السعيد، وشكرا للسيد بلال الشعيري على هذا الإنجاز الذي سيبقى محفورا في الذاكرة.